شو أحسن طريقة بتجهز فيها لرمضان؟ تتجهز لرمضان بثلاث أمور أساسية بإذن الله، وإذا طبقتها بتغيرك برمضان وخارج رمضان. أولا التوبة الصادقة مع كثرة الاستغفار. كثرة الاستغفار تعيد لك خشوعك القديم اللي بيخليك تشعر بلذة الصلاة، لذة الصيام، لذة السجود بين يدي الله، لذة قراءة القرآن، لذة الطاعات عموما. ثانيا ومن أجمل الأعمال الصدقة. دور على أصحاب النفوس العفيفة الذين ينامون جياعا ولا يدقون أبواب الناس، لأنه هلأ بيكونوا مهمومين على شو بدهم ياكلوا برمضان. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ثالثا جهز أدعيتك وأمانيك. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث لا ترد دعوتهم، ومنهم الصائم حين يفطر. ومن أجمل الأدعية اللي تقولها لما تفطر: اللهم أخرج حب المعاصي من قلوبنا، فكلما تبنا عدنا، وكلما تركنا كررنا، وكلما عاهدناك نقضنا،